السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة طبعا هعمل معاكم البرنجان المقلي بالطريقة السهلة وبسيطة وعلى قد الايد. ما خدتش معايا اي وقت خالص، ما شاء الله شكله حلو قوي، والدقة بتاعته ما شاء الله عليها تفتح النفس. طبعا في اي فطار انا ما بحبش اعمل الا البرنجان، يعني لو عملت اي حاجه ما شاء الله لازم اعمل البرنجان. فانا بحب البرنجان قوي، عشان كده ما شاء الله عملت لكم الطبق الحلو دون، وبتمنى ان هو يعجبكم. ولو عجبكم ما تنسونوش في لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وده برضو كان معايا الطبق الجبنه اللي انا برضو عاملاه. ما شاء الله انا الجبنه دي لسه عاملاها جديده، حمادي طبعا اللي عاملينها جديده، بس ما شاء الله المشي حلو قوي والشطيطه ما شاء الله. ويا رب الفيديو بتاعي يعجبكم. تعالوا بينا يلا على اول طريقه لعمل البرنجان. تعالوا بينا يلا يا حبايبي. الرحمن الرحيم. واول حاجه يا حبايبي كده زي ما انتم شايفين انا معايا البرنجان اهون، انا عاملاه بقشره زي ما احنا شايفين كده، بيبقى طعمه حلو قوي. مقطعه التقطيع الحلو دون قدامكم. ومعايا طبعا الفلفل، معايا فلفل اخضر وفلفل احمر شطيطه حمراء بتدي طعم حلو قوي ونفس حلو قوي للبرنجان المقلي. انا هقلي البرنجان دي معاكم دلوقتي يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده. انا معايا طبعا طاسه على البوتاجاز فيها زيت، لازم الزيت طبعا يسخن الاول. تعالوا بينا يلا يا حبايبي على البوتاجاز عشان نقلي البرنجان. ما شاء الله عليه مش عايزه اقول لكم بيبقى طعمه حلو قوي. تعالوا هنا يلا يا حبايبي على البوتاجاز. يا حبايبي الدقه معانا هي عباره عن توم وفلفل وشطه زي ما انتوا عارفين طبعا. الدقه معايا هي في الكبه، انا بفرمها في الكبه بتبقى حلوه قوي وناعمه. هحط دلوقتي الملح بتاع الدقه او بتاع البرنجان وكمون زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا هفرم بقى الدقه دي يا حبايبي وارجع لكم تاني نقلي البرنجان مع بعض. حبايبي شكل الدقه بعد ما فرمتها هي ما شاء الله ناعمه وحلوه قوي. الكبه بتفرمها بتبقى حلوه قوي ما شاء الله عليها. والليمون بيدي نفس حلو قوي برضو ونكهه حلوه للدقه بتاعت البرنجان. تعالوا بينا يلا على البوتاجاز برضو نقلي البرنجان يا حبايبي معاكم يلا. معايا الطاسه على البوتاجاز يا حبايبي، طبعا لازم نسيب الطاسه الاول تسخن معانا حلو قوي. طبعا سايبات تسخن من ساعتها. دلوقتي هنزل بالبرنجان كده، هسيب برضو الدور الاولاني دي يتحمر معاكم واوريكم وانا بطلعه معاكم. كده يا حبايبي البرنجان طلعته اول دور، طلعته معاكم اول. انا بحب اقليه اللون ده كده، ما بتكش عليه في التحمير ده كده حلو ما شاء الله، لونه حلو كده. هاخد انا بقى من الدقه احط عليه كده. طبعا انا حاطه في الدقه الملح بتاعها والكمون ما شاء الله، ده زي ما احنا شايفين كده. ما شاء الله الدقه شكلها حلو قوي، بسم الله ما شاء الله عليها. شايفين يا حبايبي ما شاء الله.
هقلي بقى انا البرنجان كله واوريلكوا برضو بعد ما اخلص. يا حبايبي برضو طلعت تاني دور معاكم اهون. شايفين برضو يا حبايبي ما شاء الله اللون بتاعه حلو قوي زي ما احنا شايفين كده. برضو هحط الدقه برضو عليه. الدقه دي مش عايزه اقول لكم ريحتها حلوه قوي وطعمها برضو حلو زي ما احنا شايفين كده. انا حطيت الدقه يا حبايبي ما شاء الله. هي يعني ما شاء الله هي بتتكلم عن نفسها. البرنجان بيتكلم عن نفسه اصلا ما شاء الله. هكمل انا بقى الكميه اللي معايا وارجع لكم برضو تاني. شايفين يا حبايبي ما شاء الله انا مطلعه البرنجان لونه حلو قوي ما شاء الله عليه. مش متكيه عليه في التحمير. اللون ده كده ما شاء الله حلو قوي يستاهل بقكم. كده يا حبايبي ما شاء الله النتيجة الأخيرة كده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. طبق برنجان يستاهل بقكم بجد ما شاء الله عليه. بتمنى الطريقة بتاعتي تعجبكم وهي كانت طريقة سهلة وبسيطة وعلى قد الإيد وممكن أي حد مبتدئ يعني يعملها ما شاء الله. بتمنى الطريقة بتاعتي تعجبكم زي ما قلت لكم. ما تنسونوش في لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. زي ما احنا شايفين كده. ومعايا برضو معايا طبق جبنة ما شاء الله عايزة اوريهولكوا برضو. ده كده يا حبايبي الطبق الجبنة اللي قلتلكوا عليه دلوقتي ما شاء الله. وشطيطة حمرا دي جبنة متحدقة ما شاء الله عليها. احنا لسه حاطينها قريب بس ما شاء الله حلوة قوي بسم الله ما شاء الله. بتمنى الفيديو بتاعي يعجبكم وما تنسونوش في لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. مع السلامة.